قولي لي علاش انا غنمشي نشري واحد غالي ب 42 اورو وهو الماده الاساسيه ديالو كاملها كاينه في هذا، وهذا ناقص في الثمن ونتائجه زوينه ومجرب من عندي. وعلاش اختي بغيتي تمشي تشري ريتينول وانت خايفه من الريتينول، ولا باغا من هنا لقدام تدخلي الريتينول وبغيتي تبداي في روتينك بشويه؟ خذي يا اختي هذا، والله العظيم هذا حتى ينفعك وعن تجربه، وراني كنحلف بالله. وهذا جهدي عليكم البنات وحق الله العظيم. ديروا لايك وندخلوا للفيديو. سلام بنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كدير مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. يكون الفيديو تاع اليوم يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف. كديرين مع الشميته مع الحال سخون؟ احنا الحمد لله بدات الحراره نيت اش غنقول لكم اللهم لك الحمد والشكر. واخا انا راه ماشي من عشاق الصيف وما عندي معاه حتى شي علاقه، غير خير والاحسان. المهم لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ شكرا لكم البنات، شكرا البنات اللي يوميا كيصيفطوا لي انا في انستغرام ولا في اليوتيوب، شكرا الاخوات اللي كيشجعوني. وعندي واحد الشكر خاص لواحد الاخت كنقول لها الله يخطيك بارك الله فيك، ديما مسكينه مشجعاني ومحفزاني. كنقول لها اش نقول لك شي دعوه بحال دابا لك كتقول امي سيري فيما درتي يدك ان شاء الله ما تخسري، ديما رابحه وتابعك اشنو كيقولوا تابعك الربح في الدعوه ما كنعرفش نعبر. المهم ونقول لها شكرا لك بزاف والله الله يخطيك، والله العظيم واخا نهضر تنعيا ما نقدرش ما في حقك. المهم اول حاجه هو انني بغيت نصور معكم وجهي. المهم انا دابا كنهضر ديجا مصوراه قبل ملي دخلت من الشمس، كنت خارجه اليوم باش نتغدى باش تشوفوه مزيان وهو في ديك السخونيه. وهذا دابا مازال درت شويه ديال الكلوس وجيت قلت بلاتي نجلس في الظل ونهضر. اليوم غنهضر لكم على واحد الحاجه اللي فعلا زوينه، ولكن قبل ما غنهضر عليها غنقول والو واحد الكلمه. باقي كيجوني اسئله على ديال سيكا بلاس، عرفتي البنات؟ وسبحان الله كيجيو شي تعاليق انا كنتعجب لهم. باقي كيجيو البنات ماشي كيخلوا لي تعاليق انه كيقول لي زوينه جربناها، لا بحال زعما كيبغيو يردوك انت راكي غلطه. انا البنات راه ما قلتش خايبه، ما قلت سيكا بلاس خايبه نهائيا. رجعوا الفيديو راه هضرت فيه بزاف، راه الفيديو طويل. ما قلتش خايبه، قلت غير امتى تستعمليها وامتى ما تستعمليهاش، لانك الا كتستعمليها في جميع الاوقات وهذا يعني تسبب لك مشاكل. يعني انا غير حرصا مني نقولها لكم، اما نتوما شغلكم هذاك، انا كنقول اللي كيملي عليا ضميري وانتوما اللي يعجبكم ديروه، فهمتوني؟ ثاني حاجه كاين شي اخوات اللي مخربقين نهائيا ما عارفينيش انا كنهضر علاش كنهضر. راه سيكا بلاصه الانواع، وكاينه هذه اللي هضرت لكم انا عليها هي بوم بي 5، وكاينه بوم بي 5 بلس غير هذه اللي هضرت عليها انا. يعني راه خاصكمش تخلطوا. جايه وحده قالت لي لا وراه زادوا فيها. ديما فاش كتشوفوا في شي برودوي او اي منتوج زادوا فيه ديك زائد ولا كتبوا فيه ديو، المهم انا نقولها لكم هادو من الاسرار ديالهم، زائد ولا مكتوبه فيها ديو، عرفوا بانه زادت فيها شي حاجه جديده، عرفوا بان منتوجات جديده. يعني بحال قلتي الناس، لان الاغلبيه الشركات اش كيديروا كيكونوا مخرجين واحد الحاجه، فاش كيشوفوا الناس واخدوها بزاف وعطات نتائج زوينه وهذا كيخليو نفس المنتوج وكيزيدوا ليه بعض المكونات باش يتزيد ينتشر بزاف عند الناس. وبحال دابا انت الا قلت لهم انا زوين غير ما جاني ناشف شويه، يعني كيبداو هما يحسنوا في المنتوج، فهمتوا؟ وفاش كيديروا ديك ديولا بلس عارفين راه زادوا فيها مكونات اخرين. انا هضرت لكم على الاولى ما فيها لا بلس لا والو. اللي جربت هذه بلس انا عمرني ما جربتها، وانتم لكم الاختيار، انا رايي قلتو وصافي، فهمتوني؟ وما بغيتش نبدا نقلب ونهدا ونحط لكم لا هذه مختلفه على هذه، خليكم نتوما اللي يعجبكم ديروه. انا هذا هو الاهم عندي، هو انني نقول رايي وكل واحد يقول رايه. اكيد نتوما رايكم كنحترموا. غير القصه ديال الموضوع كي بدات، واحد الاخت صيفطت لي واحد منتوج وقالت لي شوفي راه هضرت عليه شي قناه او تقريبا شي جوج ديال القنوات هضروا عليه وقالوا بانه علاج صيفي وزوين. فعلا دخلت انايا، انا غنخليكم منتوج اللي صيفطت لي الاخت، دخلت انايا فعلا قلبت عليه، لقيت فعلا فيه مكونات اللي زوينين، المكونات ديالو كلهم زوينين. وقالت لي بانه الناس اللي هضروا عليه قالوا بانه راه يعني علاج صيفي ممكن تستعمليه في الصيف ما عليه حتى شي تخوف حتى شي حاجه. انا دخلت وقلبت عليها البنات وفعلا لقيت فيه شحال ديال المكونات اللي زوينين. ولكن باش نقول لك واش صيفي ولا ما صيفيش اختي، شوفوا نقول لكم، انا ماشي دكتوره، انا عندي الى كتعجبني واحد الحاجه كنتعمق فيها هكاك. عندي حتى مع الخياطه، لاني من النوع اللي عز عليه الخياطه وداكشي كنضل نخربق ونخيط وغا في الورق. راه الا وريتكم شحال تاع الروينه اللي عندي غير ديال الوراق، كيعجبني شي موديل كنضرب مع هذا الباترون ديالو حتى كنخرجوا حتى كنقطعوا وكنلصقوا. يعني انا هادو عندي هوايات. بالنسبه للشعر روتين ديال البشره، روتين نفعني. فاش نفعني وبديت كنقلب على دورات وهذا، وليت كنشارككم رايي صريح.
يعني انا حتى شي حد ما كيصيفط لي شي منتوج فابور كيقول لي جربيه ابدا البنات، من غير كاينين شي سيت اللي انا يعني كنصيفط لهم كنقول لهم عطوني جربه، كاين اش كيعطوك، ما كيعطوكش برودوي، كيعطوك شي نقيطات وهذا. المهم شي نهار ان شاء الله غنشارك معكم شي حوايج اللي كيصيفطوهم ليا، ولكن راه ماشي شي حاجه اللي حجم كبير، حاجه كيصيفطوا لك شي حاجه صغيره، ولا يصيفطوا لك دوك بحال دوك الساشيات صغيورين يعني تاع استعمال واحد ولا جوج يعني انا راه ماشي وحده اللي عندي مشاهدات كثيره، ولا عندي مليون في القناه، ولا عندي انستغرام فيها 100 ولا 200 الف ولا شي حاجه باش يصيفطوا ليا. لا راني قناتي واخا باديها مش شحال هادي، ولكن باقا صغيره يعني، راه قليل الا درتيها في اليوتيوب وطلعت لك شكون بحالي، يعني الا درتيها في البحث وطلعت لك راه فرحه هذيك براسها. المهم هادشي اللي كاين. وفي الصيفطات ليا انا قلبت على المنتوجات اللي فيه وقلبت وهذا، لقيت ان فعلا فيه منتوجات اللي زوينين، ولكن هذوك المنتوجات اللي فيه اغلبيتهم تخافوا منهم في نهار، يعني نجيكم صراحه اغلبيه المنتوجات اللي فيه او اهم اللي فيه نسبه ديال ريتينول، فيه الاسكوربيك اسيد، فيتامين سي، فيه الازيليك اسيد، الحمض الازيليك اسيد، وقيله الا باقا كنعقل فيه نياسيناميد. المهم انا غادي نخلي لكم المكونات ديالو هنايا، نخلي لكم الصوره ديال المنتوج اللي صيفطت لي البنت، وغادي نخلي لكم المكونات ديالو هنا. واللي صدمني هو ان الثمن ديالو غالي، فاش دخلت انا نقلب عليه لقيته هنا ب 42 اورو، يعني في واحد السيت اللي كناخذ منه يعني كيبيع داكشي ناقص ب 42 اورو، في البلايص اخرين داير حتى ل 50 اورو الفوق. يعني ما يمكنش انا ناخذ واحد برودوي اللي صغير يقدر يكون فيه غير 40 ملي وناخذ بداك الثمن غالي، واغلب المكونات اللي فيه ممكن نلقاهم في حوايج اخرين ناقصين. انا هذا هو العنوان ديال القناه ديالي، علاش غتضيعي الفلوس على منتوج او ماركه اللي غاليه او ماركه اللي غير عندها راس مال صحيح كدير اشهار واعر والمنتوجات ديالها عيانين؟ علاش انا غنمشي نتعلق فين نتفلق وانا عندي منتوجات اللي رخاص وناقصين؟ انا اليوم في هذا الفيديو شكون اللي خلاني انني ندير هذا الفيديو؟ هاد الاخت اللي صيفطات لي هذا، وثاني واحد الاستفسار، وباقي الاستفسارات كيجوني على ريتينول، على ليا هضري لنا على ريتينول، هضري لينا على ريتينول. انا دابا في هذا الفيديو هذا جيت كبديل للريتينول والبديل ديال هذا السيروم، يعني غنضرب لك جوج حوايج في فيديو واحد، يعني بدل ما تخسري شحال ديال الفلوس غتاخدي منتوج واحد. وهذا المنتوج انا كنقسم بالله العلي العظيم الى منتوج زوين وعطاني نتائج زوينه. واحد الكلمه غنقولها قبل ما ندوز، لان البنات كيسمعوا هكا كيسكريني وكيخرجوا من الفيديو يجريو. اول حاجه غتبعي الفيديو حتى الاخر باش تشوفي الطريقه ديالو كلشي، المكونات ديالو، ما عادش خاصو يتخلط ما خاصوش يتخلط، امتى ديريه، الروتين كيفاش تدخلي في الروتين ديالك. وثاني حاجه غنقول لك واحد الكلمه هنا، ان فاش تسمعي برودوي ما تقوليش راه برودوي غيدير المعجزات، يعني يكونوا واقعيين شويه. خصوصا هذا البرودوي علاش غنهضر اليوم، خصوصا هذا الحمض علاش غنهضر اليوم، يعني حمض اللي مهم وحمض اللي امن جدا، واحد الحمض اللي نقول لك زوين 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 فعلا، غير عارفه كيفاش تستعمليه ما تربيش عقلك. ندخلوا الفيديو، ديروا لايك باش ما نبقاوش نطولوا بزاف وما نضيعوش الوقت. هو اول حاجه كنهضروا على هذا البرودوي هذا، عقلتوا ديجا هضرت لكم عليه وقلت لكم وشكرت لكم بزاف، وهضرت عليه في انستغرام وشكرتوا بزاف، وداير عليه فيديو في تيك توك وشكرتوا بزاف. شوفوا البنات راه تمسح، هذا راه الثاني راه تمسح، راه غير هو اللي نافخ، راه تمسح البنات، باقي فيه واحد الشويكيك هنايا تبقى فيه نقيطو ونقطعو. فهمتوا كيفاش؟ صراحه زوين هذا من دي اورديناري. غتسولوني تقول لي ناخذ في اي ماركه اخرى، ما نكذبش عليك في ماركه اخرى ما جربتوش، كنجربو ديما في دي اورديناري، لانه فعلا هي اللي فيها 10% فيه 10% ديال الزنك النقي. دابا غادي نجيو نهضروا هنايا. اول حاجه الا بغيت تاخذيه في شي ماركه اخرى تاكدي تكون فيه 10%، هذا 10% اللي مكتوبه هنا تكون فيه هو، يعني تكون فيه 10% ديال الزنك النقي. هتقولي لي علاش؟ خليك مع الفيديو غتعرفي علاش. وضروري بغيت نقول هذه الكلمه هذه لان باقي حتى اخوات كيغلطوا وكيجوا يقولوا شي هضره هنا انا ديجا قلتها في فيديوهات سابقين. البنات ما كنطقش غير هكاك، يعني كنعرف اش كنقول، فهمتوني؟ هذه الاولى. الثانيه غادي ندخلوا في الفيديو تاعنا وخليكم لان غنقول شي حوايج اللي مهمين. اول حاجه كما قلنا هذا من اقوى البدائل ديال الريتينول وديال هذا الحمض هذا او هذا السيروم اللي صيفطت لي هذه البنت هذه. انا غنخلي الصوره ديالو. اقوى منه غتقولوا لي علاش؟ اقوى منه لانه هو كيعالج لك جميع مشاكل البشره. انا اول حمض نرتاح ليه ولقى فيه لانه كيعالج شحال ديال المشاكل، واهم المشاكل اللي كيضرب عليهم هما اللي عندنا حنا اغلبنا، او حنا اللي كنتبعوا روتين، او حنا اللي عندنا مشاكل في البشره ديالنا اللي منهم تصبغات، كلف، اثر ديال الحبوب، حروق ديال الشمس. بحال النوع ديال البشره ديالي انا يعني خاصني روتين ديما،
فهمتوا؟ يعني خاصني روتين ديما، لانني انا الشمس كتاثر عليا، نقدر غير نخرج في نهار واحد يتبدل وجهي، يعني كامل داكشي اللي كنت خدامه عليه في الاعوام اللي فاتت ولا الاشهر اللي فاتت يرجع في الزيرو. لهذا ديما كنحضركم ديما كنقول لكم واقي الشمس واقي الشمس واقي الشمس، يعني لان اي غفله وجهي كيسمر، وجهي دغيا كيسمر. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. الازيليك كما كنعرفوا انه كيعالج التصبغات وكيوحد اللون وكيفتح اللون، يعني اكثر من توج نقول لك انا راه غيفتح لك اللون، غيقضي لك على الكلف. وديما البنات كيجيو كيدخلوا عندي الخاص خصوصا في انستغرام بزاف فاش كنهضروا كيقولوا لي عطينا شي حل، حنا دابا تلفنا، حنا هضرتي انت بزاف على ديال البرودويات، عطينا واحد. وديما كان والله العظيم وديما كان راه كيهمني انهم يتفرجوا في فيديو، كيهمني انهم يدخلوا اليوتيوب، لان اليوتيوب انا هو اللي خدامه فيه بزاف وهو اللي كيعجبني بزاف وهو اللي كنشط فيه بزاف. ولكن رغم ذلك كنعطيهم الحل، ديما كنقول لهم الازيليك اسيد. الا هنقول لكم بالالفا اربيتين والازيليك اسيد هنقول لكم الازيليك اسيد، واخا الالفا اربيتين هي صراحه انا كنفضلها حتى هي، ولكن يعني كحمض اللي يعالج لك مشاكل كثيره ومشاكل متعدده هو هذا ازيليك اسيد. ومن الاحسن ديما تاخذوا 10%، لان انا هذا اللي جربت. قل من 10% غتكون النتيجه ديالو بطيئه. شوفوا راه تاع 10% راه ما نكذبش لكم، راه النتيجه تاعو ماشي سريعه كتبان في السيمانه ولا جوج، لا كيبغي الصبر، راه كيبغي الصبر البنات. راه انا عقلت ملي عندي دوك الحروق ديال الشمس راه تقريبا من شهر جوج ولا ما عرفت من الاواخر ديال شهر واحد فاش بقى لي داك المشكل، وباقي لحد الان كنديرو يعني، وكاين تحسن الحمد لله. يعني هو يعطيك نتيجه يعطيها لك، غير خاصك تصبري بحال اي منتوج. يعني ما نبقاوش نضحكوا على بعضياتنا وتقولي لي لا حكين شي اخوات يدخلوا عندك كتقولي علاش شحال هتبان لي النتيجه، وما يمكنش. اول حاجه النتيجه كتختلف من بشره لبشره. كاينه بشره اللي متبعه روتين متبعه مقشرات، يعني كيعطوها لي برودوي اللي دخلتهم كيعطوها نتائج. كاينه اللي ما كتدير حتى روتين لبشرتها، عندها الجلد ميت، عندها حاجز بشره متضرر وكل شيء، وكتجي كتبغي دير واحد البرودوي يعطيها نتائج. العكس، بدل ما غيعطيك نتائج غيزيد يحسس ليك ويخرج لك هذوك المشاكل اكثر واكثر. يعني هادشي خاصنا كلشي نردوا ليه البال. المهم انا راه مقيده كلشي هنا، لاني بعض المرات حتى كنت سريعه باش كنفكر. كما قلنا هو كيعالج لك التصبغات ويعالج لك صراحه البنات، ويعالج لك الكلف، ويعالج لك حروق ديال الشمس بحال اللي كتخرج وكتشد فيها الشمس دغيا. صراحه زوين، واللي كيعجبني فيه انا لانه هو من اقوى الاحماض. انا فعلا جربت احماض كثيره البنات، راه ديجا هضرت لكم على احماض كثيره. كاينه احماض اللي كنديرها بالليل، كاينه احماض اللي ما خاصنيش نديرها بالنهار ابدا، خاص احماض اللي ما نديرهاش في الشمس، احماض اللي كنخاف منها. يعني انا كنديرها وفي نفس الوقت كنخاف منها، لان اي غفله نقدر كامل داكشي اللي كنت خدامه عليه يمشي يتضرب في الزيرو. ولكن الا سولتيني انت وبغيتي شي حاجه اللي امنه، ولا بحال بغيتي تبدي روتين وعندك مشاكل ديال التصبغات وبغيتي حل، نعطيك هذا. علاش هذا نعطيه لك وقلبي مرتاح؟ لانه امن جدا. هذا حمض نهاري ومسائي، هي خصك ديري في روتين ديال الصباح وديري في روتين ديال الليل، ما تخافي منه حتى شي حاجه. اهم حاجه ديريه على وجه ناشف، وجه نقي، يعني اكيد غسلاه وكديريه قبل من المرطب، ضروري قبل من المرطب على بشره ناشفه. علاش؟ لان البشره ديالنا فاش كتكون رطبه او فازقه او ديري ليها تونر قبل ولا مياه حراريه ولا اي حاجه، فاش كديري اي سيروم ولا اي كريم كتشرب البشره ديالك، يعني ما حتى هي كتنشف من هذاك الماء وكتشرب هذاك الماء، كتشرب معها لي برودوي بزاف، وممكن يحسسوا لك البشره وممكن يديروا لك تهيج. لهذا من الافضل ديريه على بشره ناشفه. البشره الناشفه ما كتشربش واحد الكميه اللي كبيره. ثاني حاجه ديري عليه مرطب، ضروري ديري عليه مرطب. ولا سبب لك، انا نصيحه للبنات اللي بشرتهم حساسه ولا عندهم شي مشكل مع الاحماض، وقت ما فاش تشري حمض شري معاه مرمم. انا هذا هو المبدا علاش وليت كنمشي كندخل برودوي جديد حمض كما كان النوع ديالو كناخذ معاه مرمم. لان انت بحال ندخل واحد هذا برودوي جديد ما عرفاش الطريقه ديالو، ما عرفاش واش هيجي معاك ولا لا، ما عرفاش واش يحسسك ولا لا، خاصك شي حاجه اللي تبقاي ديريها معاه هكاك باش حتى حاجه ديال البشره تاعك يخدم وتعطيك نتائج اكثر. راه الا عرفنا هذه المعلومات راه النتائج غنحصلوا عليهم اكيد. ما يمكنش تكوني انت خدامه مزيان وخدامه في واحد الحاجه مقاده وعارفه اش كديري وتقولي ما كاينش نتائج ابدا. ضروري النتائج غيكونوا غير انت عارفه كيفاش تخدمي، ماشي انت ما كديري لا روتين لا والو. تقشير ما كديريش، انا ما كنقدرش، انا ما كنهضرش على التقشير المنزلي ديال القهوه والسكر، لا كنهضر على ديال الاحماض ولا اي مقشر خفيف كما كان كديري انت، كما كان النوع ديالو. عندك جلد ميت
وتجي ديري برودوي باش يعطيك نتيجه، اكيد ما غاديش يعطيك نتيجه. كي غيدير هو تيدخل العمق ويتغلغل، ما يمكنش. فهمتوا كيفاش؟ راه هذا هو المشكل. غتردوا البال هاد الحوايج هادو غادي تحصلوا على نتائج. هادشي كنقول لكم البنات، راه والله العظيم يشاركوا معكم شي حد. انا هادشي كنقول لكم ديال تجربتي. نرجعوا للحمض ديالنا، واللي زوين فيه هو انه جدا امن. هاد الكلمه قلتها نعاودها ثاني، علاش جدا امن؟ لانه ممكن تدخليه مع جميع الاحماض، ما عنده هو مشكل مع حتى شي حمض. الحمض اللي دخلتيه معاه ما كيقولش لا، فهمتوا؟ ولكن نصيحه للبنات اللي غيديروا اول مره وديجا عندهم روتين كيستعملوا فيه احماض اخرى، دخلوه بالتدريج تتشوفوا، لان عاوتاني كما قلنا البشره ماشي بحال ولكن هو كحمض او كاشنو معروف عليه انه حمض امن نهاري ومسائي وجميع انواع البشره، وكيتخلط مع جميع الاحماض. يعني ما عليه حتى شي مشكل. ما كاينش شي وحده اللي هضرات عليه وقالت لا راه سبب لي شي مشكل، ابدا. هذاك الشيء انا من المفضلات عندي، وإلا سالا نعاود تاني نشري ونعاود نشري، نخليه زعما ديما ما حدو كاين في الدنيا. انا باذن الله نبقى نستعمله، لان فعلا من افضل الاشياء اللي جربت لوجهي واللي مستمر عليها. هاديه غير ما تسمعوش انه امن وتمشي ديري تحت عينيك، هاد البلاصه لا، ديري غير من هاد الجهه هنا فقط. محيط العين لا، محيط العين كما قلت لكم عندكم كريم ديروه ديال محيط العين، ما عندكمش ديروا غير المرطب اللي كديروا لوجهكم، ديروا لهاد البلاصه صافي، وخليو الازيليك غير من هنايا. اللي زوين فيه عاوتاني هو علاش انه امن وكل شيء. اللي زوين فيه هو انه فيه 10% ديال الزنك. وهنا غادي نهضر واحد القضيه. كانت واحد الاخت انا هضرت على النياسيناميد، قلت لهم بان النياسيناميد هي نهاريه ومسائيه، وكنت انا كنسمع بعض الناس كيقولوا لا النياسيناميد غير مسائيه بالنهار لا، وكنت كنتسائل علاش. اللي جيت كنبحث مزيان وهذا لقيت بان هي فعلا نهاريه ومسائيه، ولكن في الصيف غيريها في الروتين تاعك. يعني في الصيف خليها في الليل. علاش؟ لانها فيها الزنك ماشي نقي، وهذاك الزنك راح قد تلفت على سميتو بلاتي راه مشيت سميتو هنا، سميتو الزنك. المهم غادي نشوف سميتو ونخليها لكم هنايا. هذاك الزنك يعني ماشي زنك نقي 100%، لهذا مع الشمس يقدر يدير لكم تحسس تهيج، وممكن حتى يسمر لكم البشره او يدير لكم حروق في الشمس، يعني تبروزاو وممكن كاع تشد فيكم الشمس. فهمتوني كيفاش؟ هذا نهاري. علاش؟ لانه فيه 10% ديال الزنك النقي، واللي عاوتاني كيزيد انه يعطي فعاليه اكثر، او انه يولي حمض امن وحمض اللي زوين وما عليه حتى شي تخوف، هو انه في واحد النسبه عاليه ديال فيتامين او. وكما كنعرفوا فيتامين او، اي برودوي فيه فيتامين او يعني كيساعد هذيك الماده، يعني الماده اللي كيدور عليها هذاك البرودوي او الماده الاساسيه في هذاك البرودوي، انها كتزيد تعطي نتائج اكثر. وهنايا في هذا فيه فيتامين او، نسبه عاليه ديال فيتامين او اللي كتعطي واحد ما عرفتش كيقولوا ليها كتزيد هاد فيتامين او، كتزيد من الفعاليه ديال الازيليك هكاك باش يعطيكم نتائج اكثر واكثر. وفعلا من اكثر الحوايج اللي الناس جربوها وعطاتهم نتائج زوينه. وحده غادي نتفقوا عليها انه زوين وامن وكل شيء. هادشي اللي قلت يعني ما كاين حتى شي اختلاف عليه. الاختلاف الوحيد هو انه ديروا لايك هو انه كياخذ وقت طويل، للاسف الشديد كياخذ وقت طويل، يعني ما كتبانش لك النتيجه دغيا، ولكن 100% كيعطيك نتائج زوينه. واللي معروف عليه انه واخا كياخذ وقت طويل النتائج ديالو يعني قاضيه كما كنقولوا، الضربه القاضيه هو هذا. علاش اختي انا غادي نمشي نشري برودوي او غادي نشري سيروم؟ انا مع احترامي الشديد للبنات الاخرين، انا كنفضل البنات ما تبقاوش تكتبوا لي قنوات تاع الناس اللي يهضروا على شي برودوي، الله يرحم لكم الوالدين، لان كل واحد كيقول داكشي اللي كيميل عليه ضميره. ولكن رايي انا الصريح، انا ماشي ضد واحد، ولكن علاش انا اختي غادي نمشي ناخذ واحد السيروم اللي غالي فيه منتوجات بحال قلتي، هو عباره عن مواد، فيه الازيليك اسيد، فيه الاسكوربيك اسيد، حمض الاسكوربيك اسيد اللي قلنا تاع فيتامين سي نقي 100%، فيه نياسيناميد، فيه ريتينول. علاش اختي انا نمشي ناخذ هذا الشيء وغالي وفي نفس الوقت يعني فيه تخوف؟ لان غادي نخافوا من الاسكوربيك اسيد. اسكوربيك اسيد واعر 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 بالنهار، يعني خاصك تستعمليه بواحد القياس اللي محدد. يعني ما يمكنش انت ديريه في واحد المكويل وما عرفتيش القياس ديالو شحال وتخرجي بيه للشمس. نجيو صراحه، واخا فيتامين سي راه كريم نهاري، كنستعمل هذا فيتامين سي في الاسكوربيك اسيد نقي 100% وفيه 15% قاس. ولكن والله العلي العظيم البنات كنهضر معكم بكل صراحه، الا ما بقيتش كنستعملو بالنهار
من نهار دخل هذا المهم بدايه تاع الصيف وبدا الحال كيسخن والشمس يعني كتطلع كتبقى النهار كامل، ما بقيتش كنديرو بالنهار، كنديرو بالليل. وبالنهار كنغسل وجهي مزيان بالغاسول وكندير المرطب ديالي وكندير واقي ديال الشمس ديالي، يعني ما يمكنش نخرج به رغم انه امن بالنهار غير دير واقي الشمس. ولكن وليت كنخاف، يعني كيقول لك اللي خاف نجا، وهذا الشيء اللي كاين. يعني ما نكذبش عليكم، ما نقولش لك لا اختي خرجي بيه 15% بالنهار وسيري ودوري وخرجي النهار كامل وسيري جلسي في البحر وسيري خيمي، ما يوقع لك والو. نقولها لك انا يعني رايي الصريح كنخاف. يعني هذا السيروم هذا كما قلت لكم هو زوين، فيه منتوجات لي زوينه، المواد ديالو كلهم زوينين، ما فيه حتى شي حاجه خايبه. تجي ثاني شي وحده تقول لي راه فلانه هضرت عليه زوين وانت كتقولي. انا ما قلت لكمش وما جربتوش. اولا هو زوين ولكن من خلال المكونات ديالو كلها زوين، ولكن راه غالي. اول حاجه غالي في الثمن، وثاني حاجه فيه حوايج اللي قلت لكم نقدروا نخاف منهم. يعني رايي انا نقدر نخاف منهم، انا بعدا ما نديروش بالنهار، الا خديتو نديرو بالليل، بالنهار ما نقدرش نغامر. وثاني حاجه علاش انا غنمشي ناخذو هو غالي وناخذ انا غير هذا راه تقريبا 10 اورو. واش 10 اورو هي 42 اورو؟ وهذا يعالج لك جميع المشاكل. الا كاع بغيتي تزيدي حاجه اخرى تدخليها من دوك الاحمض اللي في هذاك، خدي الفيتامين سي نقي، الاسكوربيك اسيد تلقيه ناقص، يعني يقدر تلقيه ب 15 اورو شي حاجه، على هذا 10 اورو يعني 25 اورو ناقص. تاني حاجه ما بغيتيش تاخدي الازيليك اسيد، تاخدي لي ربي ما بغيتيش تاخدي الاسكوربيك هذا فيتامين سي اسكوربيك نقي، خدي هذا الازيليك اسيد مع النياسيناميد، يعطيك نتائج زوينه. كما كنعرفوا النياسيناميد حتى هي مزيانه التصبغات. يعني عندك حلول كثيره. علاش انت غتمشي تضيعي فلوسك؟ انا كنجاوب هنا البنت اللي سولاتني، لان قلت لها صبري غندير فيديو، ما بقاش نبقى نهضر انا مع كل وحده في الخاص. كاين شي حوايج نقدر نقولهم لك، ولكن باش نشرح لك على واحد المكون وكلشي خاصني ضروري فيديو. هادشي اللي كاين البنات، والله العظيم ماشي كنقول لكم من قلبي، نتوما صدقوا ولا ما تصدقوش. واللي بغات الريتينول بعد تاخذ ريتينول وخايفه ولا جاها غالي ولا البلاصه هي اللي فيها ما كاينش، لان الاغلبيه انا ماشي كلشي متاح لينا، بعض الحوايج ما كنلقاوهمش، من الاحسن تاخدي هذا راه بديل للريتينول وبديل اختي لهذاك السيروم الغالي. فهمتوا كيفاش؟ وهذاك السيروم تا هو علاش كيضرب هذاك السيروم كامل؟ هو انه في واحد النسبه عاليه ديال الازيليك اسيد، وانت ديري غير هذا تعويض هكا على الزربه بشويه عليك اختي، هذا مزيان لك، لان المكون او الماده الرئيسيه في هذاك السيروم هي الازيليك اسيد، وها هي راه كتبع عليك 10% ديال الازيليك اسيد وناقصه في الثمن وفي المنتوج اللي متواجد. فهمتوا كيفاش البنات؟ انا هادشي علاش كنبغي نضرب في هذه القناه، هو انني ناخذ حوايج اللي رخاص وعندهم فعاليه اكثر ومتاحه ليا، نقدر نشريها هذا الشهر والشهر الاخر، نقدر نلقاها في اي بلاصه. وزيد هذا راه يجلس لك تقريبا شهرين لانك كديري حبه وحده ما كتكتليش، ماشي من الكريمات اللي كتخوي وتسرحي، لا، وحده كتفرقيها على وجهك كامل. وكما قلت لكم ثاني كبديل للريتينول، ما عندكش اختي الريتينول ما لقيتيش غالي عليك، بغيتي تبداي بشي حاجه عاد باش من هنا لقدام تدخلي الريتينول، ودخلي صاحبتي هذا بدايه، غادي يعالجلك شحال ديال المشاكل ان شاء الله. نهار يسهر ربي ولا تلقاي الريتينول ولا يكون عندك الميه باش تشري ريتينول شي حاجه اللي زوينه ومزيانه، خدي هذا اختي وتوكلي على الله. والله العظيم البنات بغيتو نصيحتي لهذا هادشي اللي كاين. وحتى البنات اللي كاينين في المغرب ولا شي حاجه وما لقاوش فين ياخذوه، المهم يدخلوا عندي الخاص، ممكن نهضر معاهم ممكن نشرح لهم فين يلقاوه كلشي. فهمتوني كيفاش البنات؟ والله العظيم الا سمحوا لي بعد ما كيجي الفيديو مخربق، الافكار مشتته، ولكن راه فكره واحده راه باينه، يعني الفكره الرئيسيه راه باينه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. نتمنى انه يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.